ربنا يزيد ويبارك. 5 بس مش عاوزين نتكلم كتير عشان ايه القر يعني والحسد يعني، عشان الناس بتقر كتير قوي يعني. 5 يعني الناس بتقر. ربنا يزيد كده ويبارك كده باذن الله. بس الحق يتقال يعني الاهلي تقدم يعني الحمد لله. هو كان اللي قبل كده اتغلب 5-0 من نفس الفرقه. الحمد لله قدر ان هو يجيب جونين المره دي. 5 دي يعني في تقدم. الحق برضه يتقال يعني ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك يعني. جاب جونين الحمد لله يعني. ما هو المره اللي فاتت كان اكل 5-0. المره دي ايه في تقدم شويه واللعيبه اجتهدت وجاب الجونين. كويس قوي يعني ما شاء الله. فضيحه بجلاجل يعني ما شاء الله. دي لعيبه اهلي دي والله. دي اللي احنا طالعين بهم السما والاهلي ومش عارف ايه ولا وايه يعني. ده كان في برنامج قبل كده مهيب قبل ماتش ريال مدريد باين ولا ريال مدريد. قال لك الاهلي قبل الماتش الاهلي ورهنوني هيغلب ريال مدريد بسهوله. يا جدعان بقى ما تبطلوا بقى يا جدعان، ما تبطلوا. ما الفشل بتاع الاعلاميين والكلام الكتير ده. احنا ايه فراعنه ايه يعني؟ الاهلي هيغلب ريال مدريد؟ وبعدين ده ريال مدريد كمان كان بيلعب ناقص 7 لاعيبه اساسيه يعني، نازلين مستهترين بلاعيبه الاهلي واتغلب 4 وما اتغلب 4. من بعدها بقى الاهلي ما شافش ضي بقى 4-5. طب يا عم لم نفسك، ماتش افريقي. لا ده ماتش افريقي يعني. وبعدين ده انت بطل افريقيا صح يا عم علي؟ ده انت بطل افريقيا يعني. المفروض يا عم تغلب 1-2 انما 5 كتير قوي يعني. حتى لو اخدت بطولة افريقيا هيبقى طعمها وحش. فانا بس انا بقول الحلقة دي ليه؟ عشان الاعلام اللي بيقعد ينفخ ومش عارف ايه والاهلي بطل القرن ومش عارف ايه. لا اهدوا شوية. وبعدين ما شاء الله الشناوي ده جون مصر ده حاجة مسخرة. الكرة بتتلعب وبيبص لها. انا اول مرة اشوف جون يعني احسن جون في افريقيا بيبص للكرة كده. بيبص لها يعني بتصورها ولا كان في عصفور ماشي مع الكورة ولا ايه بالظبط يعني مش فاهم. يعني مختصر الحلقة دي مفيش بقى ده بقى نقعد ننفخ والاهلي وبطل القرن ومش عارف ايه. احنا لازم نعرف حجمنا. ده فرقة افريقية ولا عالمية ولا بتاع. وعلى فكرة الفرقة دي يعني ده يعني ده اصلا يعني ما خدتش بطولة افريقيا الا مرة واحدة يعني. والاهلي يعني اخد بطولات افريقيا ما شاء الله يعني. فرقة يعني مش هتبقى زي الاهلي. بس احنا بس الاعلام بتاعنا يبطل يهون. خلي بالك انا اول مرة اشوف الاهلي راح يلعب فرقة وخايف يقول يا رب نتعادل. حاجة يعني بصراحة بتاع يعني حاجة غريبة جدا يعني بصراحة. ف